بما ان احنا النهارده هنتكلم عن المسلسلات المصرية المرعبة، فبالنسبة لي اكتر مسلسل مصري مرعب هو مسلسل عزمي واشجار. ان في عبده وطلعة رومانسية، ده مسلسل رعب رومانسي ترجيعي. خلونا نخش بقى في المسلسلات المرعبة. مش عارف ليه انا حاسس ان احنا ناسيين حاجة يا جماعة، في حاجة نسيناها. افتكرت. معلش بقى، لازم ندخلكم في اجواء الرعب. كعادة الحلقات اللي بنتكلم فيها عن 10 أعمال، هنجيب لكل ممثل عمل واحد عشان الممثلين ما يتكرروش. وبما إن النهاردة مسلسلات مرعبة، هحاول على قد ما أقدر ما نحرقش الأحداث بتاعتها عشان لو حد عايز يتفرج عليها. نخش في المسلسلات. 1. كفر دلهاب. يوسف الشريف، روجينا، محمد رياض، سهر الصايغ، احمد سعيد عبد الغني. دكتور بيروح كفر ملعون. الكفر ده الستات فيه ما بتحملش، مفيش عيال جديده بتتولد، الناس بيحصل لها مس من الجن سواء رجاله او ستات، اطفال او كبار، كلهم بيقولوا ان في ست بتكلمه. بيحاول يحل الموضوع وبنكتشف ان في واحده اتقتلت في الكفر ده، فروحها رجع عشان تنتقم. وفي اخر المسلسل بنكتشف حاجه ليها علاقه بيوسف الشريف. المسلسل ده فيه كميه مشاهد رعب بجد ترعبك لو انت بتتفرج لوحدك، بالذات الحاجات اللي ليها علاقه باللبس. يعني انا فاكر ان كان في مشاهد لطفله صغيره تتلبس وتقول لهم ده في واحده بتكلمني وكلكم هتموتوا، حتى الطير هيموت. والمميز في المسلسل ده رغم ان هو 30 حلقه الا انك ما تملش. يعني انت طول ال 30 حلقه انت قاعد مش متوقع النهايه، انت بتخلص الحلقه عايز تخش في الحلقه اللي بعدها عشان تعرف ايه الجديد اللي هيحصل. فدي حاجه حلوه قوي. واكتر حاجه عجباني في المسلسل ده هو ذكاء يوسف الشريف، لان دي فكره يوسف الشريف. وبحس ان يوسف الشريف بيعرف يعمل مواضيع تشد الناس وتبقى مختلفة عن اللي موجود. برضو المسلسل ده مش مجرد مسلسل رعب، ده كمان في رسالة، ودي اتقالت في جملة في السكريبت: الدم بيجيب دم والظلم بيجيب خراب، واحنا اللي بندفع الثمن. ان اي ظلم او دم ده الاجيال اللي بعد كده هي اللي بتشيله. وفي بقى كمية جمل حوارية حلوة جدا في المسلسل، زي مثلا في جملة انا فاكرها: ما تقدرش تخرج عن مشيئته، تقدر تعصاه ممكن لكن تخرج عن مشيئته لا. 2. ابواب الخوف. عمرو واكد، ريهام امين، عمرو عابد، انجي المقدم، جميل راتب، بيومي فؤاد. القصه بتحكي عن ادم صحفي ومترجم بيهتم بالقضايا والمواضيع اللي فيها حاجات مش طبيعيه وبيكتب عنها، فوهو بيدور فيها بيتسحل في كميه حاجات مرعبه. ميزه المسلسل ان هو 15 حلقه، وان كل حلقه فيها موضوع مختلف عن اللي قبله، فانت حتى لو في حلقه ما عجبتكش الحلقه الثانيه هتعجبك، وده يخلي مفيش ملل خالص. وعلى مدار ال 15 حلقه دخل للرعب من زوايا مختلفه. يعني هتلاقي مثلا مرة من الجاسوم، مرة نبش القبور، مرة النداهة، مرة يشوف المستقبل وده يأثر على الحاضر. يعني الرعب مش بس جاي من منطقة الجن واللبس. من وجهة نظري افضل حلقتين في المسلسل ده حلقة الكاميرا الملعونة وحلقة الغرفة 111. والمسلسل ده اتعمل سنة 2011، ففكرة ساعتها 15 حلقة دي كانت جديدة، والرعب في حد ذاته وقتها كان بقاله كتير قوي ما بيتعملش. 3. المداح. حصنت بحسن الله القوي الشان. حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان. طبعا دول الابطال الثابتين في كل الاجزاء، لكن في ابطال تانيين على مدار الاجزاء: فتحي عبد الوهاب، لوسي، غادة عادل. بيحكي عن صابر المداح المتدين المحبوب وعلاقته والمشاكل اللي بتقابله بسبب عالم الجن. طبعا ده بقى بيختلف من جزء لجزء، لان المسلسل 5 اجزاء، وفي كلام ان في جزء سادس لسه هينزل رمضان اللي جاي. الرعب في المسلسل ده كله قائم على موضوع الجن، ففي ناس ده بيرعبهم جدا، وفي ناس المشاهد دي بالنسبه لهم عاديه. لكن المميز في المسلسل ده ان هو يعتبر اكتر مسلسل رعب في الوطن العربي كله ناجح، بدليل الاجزاء بتاعته بتكمل وبيعمل اعلى نسب مشاهده. من وجهه نظري افضل جزء المداح اسطوره العوده اللي هو اتعمل في رمضان 2024. ليه انا بقول هو افضل جزء من وجهه نظري؟ لان ظهر فتحي عبد الوهاب، وبصراحه اداؤه كان حلو جدا في شخصيه سميح الجلاد وشخصيه قزح. وبرده انا فاكر دور سهر الصايغ اللي هو مليكه كانت عاملاه حلو جدا. 4. ساحره الجنوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد عني رجلي بكرت. حوريه فرغلي، ياسر جلال، سوسن بدر، صلاح عبد الله. احداث المسلسل بتدور في صعيد مصر عن واحده اسمها روح، بظروف ما اتعرضت لمس بقى ليها علاقات بالجن، فبدات بقى تستغل قدراتها دي في انها تعمل مشاكل بين اهل القريه اللي هي فيها. الاعتماد الاساسي في الرعب هنا كان على الميك اب. يعني ميك اب حوريه فرغلي صورها من كادرات معينه شكلها يخوف، عينيها تقلب يبقى كلها ابيض او عينيها تنزل دم. طبعا دي حاجات بترعب فئه كبيره جدا من الناس، يمكن انا من الفئه
القليله اللي ده ما بياكلش معايا، بس ده لا ينفي ان المسلسل وقتها كان ناجح جدا. وبتكلم تحديدا عن الجزء الاول لانه نزل منه جزء تاني بس ما نجحش زي الجزء الاول. والمسلسل كان مركز اكتر على الرعب، يعني القصه انت لحد اخر حلقه ما فيش قصه مشوقه مثلا زي كفر دلهاب انت قاعد مستني تشوف ايه اللي هيحصل، بس انت بتتفرج لو انت بتحب الرعب. للامانه انه كان في مشاكل كتيره في المسلسل ده رغم انه عجب ناس كتير، ان مثلا مشاهد الرعب هي المشاهد اللي كلنا عارفينها، يعني جن، بيت تولع فيه النار فجاه، فدي حاجات يعني لو انت بتتفرج على رعب كتير ده بالنسبه لك هيبقى عادي. 5 ما وراء الطبيعه. ولا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. احمد امين، رزان جمال، آية سماحة، سما ابراهيم. المسلسل متاخد عن روايه احمد خالد توفيق اللي هي سلسله ما وراء الطبيعه، بتحكي في فتره الستينات عن استاذ جامعي رفعت اسماعيل بيدور في القصص اللي ما وراء الطبيعه، بتساعده زميلته الاسكتلنديه ماجي. المسلسل 6 حلقات ودي افضل حاجه فيه، ان كل حلقه فيها موضوع مختلف عن اللي قبله. برضه هتلاقي فيه مواضيع زي النداهه زي الجاسوم، والمسلسل اصلا كله سريع 6 حلقات فمش هتلحق تشبع منه. افضل حلقه من وجهه نظري كان اسمها اسطوره لعبه الفرعون، الغرفه 207. رد عليا كفاية. محمد فراج، ريهام عبد الغفور، مريم الخشت، يوسف عثمان. المسلسل ده برضو متاخد عن رواية احمد خالد توفيق اللي هي اسمها سر الغرفة 207. بيحكي في فترة الستينات عن جمال الصواف، موظف استقبال في فندق. الفندق ده فيه غرفة اسمها 207، صاحب الفندق قافلها لان كل الناس اللي دخلوا فيها ماتوا، فهو بيقرر انه يدخل الأوضة ويعرف سرها، وهنا بتبتدي تظهر القصص المرعبة. على مدار 10 حلقات كل حلقة بيجيب لك قصة مختلفة، يعني مرة نرجع بالزمن، مرة نلاقي جريمة قتل، كل مرة الرعب بيختلف. من وجهة نظري كانوا أجمد حلقتين في المسلسل ده حلقة اسمها اللقاء لأن دي كان فيها رجوع بالزمن حلو جدا، وحلقة تانية اسمها تلفزيون الواقع كانت فكرتها كرييتيف جدا. 7 نيران صديقة. لعنة وهتفضل تطاردنا العمر كله، مش هنعرف نخلص منها. منة شلبي، الطاهرة، مدام رانيا، عمرو يوسف، محمد شاهين، كندا علوش، ظافر العابدين. 6 اصحاب قدام بيلعبوا لعبة فكرتها ان هم بيوقعوا بدمهم في كتاب قديم، فاللعبة دي بتفرقهم وبتجمعهم تاني بعد ما كل واحد فيهم بتجيله دعوة، وبيكتشفوا ان حياتهم واسرارهم بقت مكتوبة في الكتاب ده، فبتحصل بينهم احداث. يمكن الرعب هنا مش الرعب التقليدي، يعني مش رايحين للجن او للحاجات الخارقة للطبيعة على قد ما احنا رايحين للسسبنس اكتر، يعني حاجة كده زي قصة فيلم ويجا اللي هي بدايه مرعبه بس هيوريك بقى تفاعلات الناس ويخلصوا على بعض ويقتلوا على بعض وانت قاعد متشوق للاخر. المميز في المسلسل ده ان نسبه السسبنس فيه كانت عاليه جدا، وان كلهم تقريبا تمثيلهم كان حلو، حتى والله مدام رانيا تمثيلها كان حلو، والناس اللي ما كانوش ابطال برضو كان تمثيلهم حلو، يعني حاجه مثلا زي محمد ممدوح ومحمد سلام الاثنين ادوارهم كانت مميزه. 8 جمال الحريم. نور، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله. مذيعه مشهوره صاحبتها بتتعرض للمس من الجن، فهي بتتدخل عشان تساعد صاحبتها، هوب الجن بيقلبوا عليها وحياتها هي اللي بتتقلب. يمكن هنا الرعب هو الرعب التقليدي بتاع المس والجن، وحتى في مشاهد كتير كانت متكرره. مشكله المسلسل ده المط، لان عدد حلقاته 45 حلقه، فكانت في حاجات كتيره جدا حشو وممكن انها تتشال، لكن رغم كل ده في نسبه رعب مقبوله، يعني انصحك بيه لو انت مش عايز قلبك يقف، يعني هو هيرعبك بس حاجه بسيطه كده. ومن الناس اللي كانوا مميزين جدا في المسلسل ده دينا فؤاد، كانت عامله دور حلو جدا، متهيألي يعني من وجهه نظري ده من افضل الادوار اللي هي عملتها. 9 السبع وصايا. احنا هنستفيد ايه بموتنا بعد كل اللي عملناه؟ انا مش هموت يا محمد. بطولة الطاهرة مدام رانيا، مش عارف مدام رانيا طالعه لنا في اعمال الرعب ليه؟ على اعتبار ان الرعب فيه اثارة فماشي معاها. انا شيحة، هيثم احمد زكي، ايتن عامر، ناهد السباعي، صبري فواز، ومحمد شاهين. بيحكي عن 7 اخوات بيكتشفوا ان ابوهم عنده ثروة كبيرة تقريبا 28 مليون جنيه، فبيقرروا ان هم يخلصوا عليه عشان يورث. بعدها الجثة بتختفي، ففي واحدة منهم بتتسجن والباقيين بيتفرقوا في محافظات كتير، وبتلف بيهم الدنيا، هي بتخرج من السجن بتحاول تجمعهم، وفي الاحداث بيتم تنفيذ الوصايا اللي هي كلها بتكون بلاوي. برضو الرعب هنا جاي من فكرة السسبنس، يعني مفيش مشاهد دموية او مشاهد مرعبة بس انت قاعد على اعصابك، فهو المسلسل متصنف رعب، بس بالنسبة لي انا اقول ان هو مسلسل تشويق، وفي تفاصيل جوه المسلسل كانت حلوه قوي، يعني مثلا زي ان سيد نفيس ابوهم ده بعد فتره اتعمل له مقام، فكره اصلا الوصايا ان هي كانت وصايا حاجه معينه وطلعت حاجات معينه، وبصراحه كلهم كان تمثيلهم كويس، وتحديدا سوسن بدر دورها كان حلو جدا
جدا وفيه مفاجأة قوية جدا. لما بتسمع اسم مسلسل السبع وصايا لازم يجي في دماغك اغنية التتر لله قوم انا كده قلبته مسلسل شخلعة مش مسلسل رعب. 10 دي بقى هسيبها من اختياركم، اكتبوا لنا ايه اكتر مسلسل غير المسلسلات اللي احنا قلناها يستحق انه يخش قائمة افضل 10 مسلسلات مصرية مرعبة. المسلسلات اللي احنا ذكرناها دي مش كل المسلسلات، في مسلسلات تانية كتيرة جدا. مثلا كان في مسلسل اسمه الكبريت الاحمر بتاع احمد السعداني، كان في نسبة رعب مقبولة. كان في مسلسل تاني بتاع احمد حاتم ودرة اسمه الشارع اللي ورانا، وفي حاجات تانية كتير. بس انا ضد ان اي مسلسل من دول يقول انا اول مسلسل رعب مصري. ليه؟ لان اول مسلسل رعب مصري اتعمل سنة 1978 اسمه مسلسل القرين، كان بتاع محمود ياسين والشهيرة، وفكرته ان محمود ياسين ده شاب ومحترم وفجأة ظهر القرين بتاعه بس شرير جدا وبيقتل الناس، فبتتصاعد الاحداث. ووقتها كمان ما كانش دارج ان تتعمل مسلسلات 13 حلقة، المسلسل كان 13 حلقة بس، فكان يعتبر من المسلسلات الحلوة. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقة، ايه اكتر مسلسل مرعب من وجهة نظرك سواء ذكرناه او ما ذكرناهوش اتعمل في تاريخ الدراما المصرية؟ اكتبوا لنا بقى في الكومنتات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مرة تشوفنا. لو انت من العتاولة اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناة هتلاقي سلسلة ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسلة تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسلة هبدية هلسية في حب الفنانة الفلانية، هسيب لكم لينك من حلقاتها هنا، وسلسلة ال10 اللي احنا مكملين فيها برضو عايزين اقتراحاتكم فيها. فيعني خد لك لفة وقول لنا ايه اللي عجبك وايه اللي مش عجبك سواء في الحلقة دي او في الحلقات التانية. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمك، ما عجبكش قول لي تعليقك او الحاجة اللي ما عجبتكش عشان نصلحها. ودلوقتي نختم بالكلمة بتاعتنا، كلمة ايه؟ غورو.